السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة اللحمة الضاني. معايا كيلو لحمة، وجهزت بصلاية مبشورة في الكبة، ضربتها كويس نعمتها خالص وفصلت التفل عن مية البصل، وجهزت معلقتين من الصلصة وفص ثوم ناعم ومعلقة بيكنج باودر، والتوابل بتاعتي بقى فلفل أسمر وقرفة وزنجبيل وشوية بابريكا وشوية شطة. حطيت البصل مع التوابل مع فص الثوم، وهضيف لهم برضو معلقة البيكنج باودر ومعلقتين صلصة، وهبدأ بقى أقلب الخليط بتاعي ده كويس قوي قوي لحد ما يمتزج كده في الكفتة. هقلبهم كويس خالص بالشكل دوت كده لحد ما الكفتة بتاعتي تتبل كويس بكل المكونات. كده أصبحت الكفتة بتاعتي جاهزة. هبدأ بقى أجهز جنبها مية البصل، أحط عليها الصلصة بتاعتي كده واقلب كويس. لو عايزه احط عليها معلقتين زيت ماشي، بس انا بفضل اعملها كده واخلي الزيت يلمع الوش في الاخر. الميه دي انا هحتاجها في التصبيع، وهحتاجها تصبيع الكفته، وهحتاجها المع بيها وش الكفته. وانا دلوقتي بقى هلف الكفته بتاعتي بالاسترتش، احطها في التلاجة لمده ساعه وارجع لكم. بقى معايا شبكه انا دهنتها زيت كده عشان الكفته ما تلزقش، وهبدا اصبع الكفته بقى. صبعتها على المبرد بتاع السكاكين اللي بيحمي السكاكين. عندك عصيان شيش طاووق مفيش مشكله، اي حاجه عندك في البيت المتاح ما في استخدميه. واصبع الكفته بقى بالشكل ده، عايزه تكبريها تصغريها على حسب عدد الافراد وحسب الكميه اللي معاكي. وده شكل الكفته بتاعتي بعد التصبيع. هبدا احط لها بقى الصلصه بتاعتي، الصلصه بالميه البصل كده، ايوه، عشان تحمر الكفته. اللحمه الضاني بتبقى بيضه شويه. حطيت شويه زيت وسويتها بقى على نار وسط لمده 7 دقايق. ولعت الشوايه ومن فوق ومن تحت. عملت لها فحمه بعد ما استوت كده عشان تاخد طعم الكفته المشويه. وده شكل الوصفه بتاعتنا بقى، جميله ولذيذه. الله، لو عجبتكم الوصفه متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.